طبعا أنا أؤمن بالرد العلمي الموضوعي. نعم. من يرد عليهم علميا وموضوعيا يقول: هل يعقل أن أحدا يدخل سرداب من عام 255 إلى الآن باقي فيه؟ الصواب الحق أن هذا يعقل، لا يغضب مني أهل السنة. يعقل لماذا؟ دائما الإنسان العاقل إذا صدق بشيء يصدق بمثيله، وإذا صدق بشيء لم يقبل نقيضه. واضح؟ يعني الدين لا يأتي بتعارض المتفقات ولا بتناقض المتفقات. فمثلا الدجال جاء في حديث تميم بن أوس الداري أنه موجود، وأنه سيخرج في آخر الزمان، فيأتيك المعارض يعني من طائفة الشيعة يقول لك أنت لا تؤمن أن الدجال موجود كما عندك في صحيح مسلم، تقول له نعم، قال يا أخوان أؤمن أن محمد بن الحسن العسكري موجود في السرداب، فالذي يبقى هذا هو الذي يبقى هذا من الناحية العقلية مقبول. واضح؟ فمن جاء من الأئمة من أهل السنة ورد من هذا الباب وقال هؤلاء قوم ليس عندهم عقول، من هذا المنطلق ليس موضوعا. نعم. واضح؟ لأن هذه المسائل لا تحل بالعاطفة، لأنك لن تقنع الناس بعاطفتك. نعم. وهو أنت تميل إلى عاطفة معينة، هو يميل إلى عاطفة معينة. نعم. ولا بد أن يكون الرد رد علمي. نعم. لأن الإنسان لا بد أن يكون واقع مع نفسه حتى يقنع، لا بد يقتنع بكلامه قبل أن يقنع الناس به. صحيح.